مين في اللي قاعدين معانا هنا النهارده فعلا بيستمتع بالاكل؟ ارفع ايده. واقصد بيستمتع بالاكل مش بيستمتع بعمليه الاكل نفسه، بطعم الاكل نفسه. الفكره كلها ان الفرق الجوهري الثاني ما بين الستايل الفرنساوي في الاكل والستايل العربي في الاكل، ان الستايل الفرنساوي بيميل ان هو يكون ذواق، لكن الستايل العربي بيميل ان هو يكون ايه؟ اكيل. يعني ايه اكيل؟ يقول لك بقول لك ايه، النهارده عازمك على نص جدي، ده كام حد هياكل؟ لا انا وانت بس، ونقعد ونخلص. وتلاقي حتى الشباب يتفاخروا بالسوشيال ميديا في الستوريز بتاعتهم وعلى انستجرام وتيك توك ان هم ايه ده، احنا رحنا عملنا اكبر وليمه مش عارف مندي، عملنا اكبر وليمه سي فود، عملنا اكبر وليمه مش عارف ايه. ان هو فكره ان احنا بنستمتع بكميه الاكل مش بالاكل نفسه. لكن الذواق ايه الفرق بينه وبين الاكيل؟ الفرق ما بين الذواق والاكيل هو فرق جوهري، ان الذواق بيستمتع بالاكل من لسانه، لكن الاكيل بيستمتع بالاكل من بطنه. فعشان الاكيل يعرف يستمتع، ما بيستمتعش بالاكل نفسه، هو بيستمتع بعمليه الاكل، بلمه الاكل، بقعده الاكل، ان هو يطلع يقول انا اكلت اكبر تحدي مش عارف اكبر مش عارف ايه. وتلاقوا في تحديات بتتعمل كده على السوشيال ميديا واليوتيوب والتيك توك، يقول لك هاخد صينيه مش عارف ايه واكلها كلها لوحدي. طبعا ده اكيل. لكن الذواق لا، الذواق ده بياكل بالراحه. طب بياكل بالراحه ليه؟ عشان كل ما بيمضغ، كل ما بيستشعر الطعم اكتر، كل ما بيحس بنكهات الاكل، كل لما بيشوف الاكل بعينيه والوانه وشكلها حلو قدامه. عشان كده تلاقوا الاطباق الفرنساوي في المطاعم الفرنساوي مخدومه جدا وفيها زبده وفيها كل حاجه، بس كميات قليله. يقول لك احنا المصريين بقى نتريق عليهم ونقول ايه ده هو ده اصوره، هو ده اسمي عليه، اقول لك لاجي امتى. فكره ان انا استمتع بالاكل بتاعي واخد وقتي معاه دي حاجه مهمه جدا. كل ما اكل بالراحه وكل ما اكون مركز في اكلي، كل ما هتبقى حاجه اساسيه ان انا استمتع بيه، وبالتالي اشبع. طب ليه بشبع؟ عشان خاطر سببين. اولا لان عمليه الشبع مختلفه شويه عن عمليه الامتلاء، ودي كنا اتكلمنا فيها قبل كده. قلنا ان عمليه الامتلاء هي عمليه ميكانيكيه. اول لما بلاقي بطني اتملت اقول ايه؟ خلاص المعده تبدا تبعت اشارات للمخ الحقني انا مش قادر خلاص. ده شعور الايه؟ الامتلاء. انما شعور الشبع هو شعور عقلي بيحصل بحواسي الخمسه. لما بكون مركز مع الاكل، بشوفه بعينيا، بشم ريحته، بتذوق طعمه، بحس بقوامه في فمي، فبالتالي ابدا بنص الكميه او اقل. خلاص اشارات الشبع تروح للمخ يقول لي خلاص كده كفايه. عارفين اللي هو زي ايه؟ الصوت اللي بيجي لنا كده احنا بنسميه صوت الضمير، بس هو صوت الشبع. مش كفايه كده ولا ايه؟ نفسك لسه في نص طبقك، مش كفايه كده ولا ايه؟ احنا بنقول له ايه بقى؟ زي ما تربينا. لا ده لازم نخلص طبقنا، الاكل هيجري ورانا يوم القيامه. ياما الواحد جاله كوابيس من الموضوع ده. اخر لقمه هي العافيه. بنات عاوزين يتجوزوا. شفتوا بقى؟ يا نهار ابيض، ده طلع قصه كبيره. العالم كله هينهار لو ما خلصتش الطبق بتاعي. حرام هيترمي. طب انتوا غارفين لي طبق قد كده اهو، هعمل ايه طيب؟ لا كملوا لاخره. ده بيوصلني لشعور الامتلاء مش شعور الشبع. الفرنساويين بيحطوا كميات صغيره يبدا ان هم يشبعوا.